اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وإن أحدكم لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وفي لفظ البخاري: إنما الأعمال بالخواتيم. ابكي على حالك أيها المسكين، إن لم تبكي الآن فمتى؟ إن لم تبكي الآن على حالك فمتى ستبكي؟ إن لم يحرك هذا الكلام قلبك فأرجو أن ترجع الليلة لتبحث عن قلب، فإنه لا قلب لك. فلا رق قلب لا يرق لكلام الله ورسوله، ولا دمعت عين لا تدمع لكلام الله ورسوله. هل فكرت في الخاتمة؟ هل فكرت بأي شيء يختم لك؟ لو فكرت في هذه الخاتمة ما تجرأت قط على معصية الله. لما الحقد ولما الحسد ولما الغل ولما الضغائن ولما الحرام؟ لماذا؟ والموت هو أقرب غائب تنتظره. متى سترجع؟ متى ستفكر في الخاتمة؟ أيا عبد أيها الله أيها الساهي، دع عنك ما قد فات في زمن الصبا، واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته، بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة أودعتها، ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. إنما الأعمال بالخواتيم، إنما الأعمال بالخواتيم. قال الحافظ ابن كثير: لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الترمذي وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فلقد وفق الله الشيخ لعمل صالح وقبضه عليه، توفي بعد صلاة المغرب وهو لا زال على وضوئه. إنها الخواتيم. ولا أنسى أن أذكر بأن شيخنا الشيخ كشك رحمه الله تعالى قد توفي أيضا وهو راكع بين يدي الله جل وعلا. ولا أنسى أن أذكركم بما ذكرت به أن أخا من إخواننا من الأمريكان دخل على إخواننا في المركز الإسلامي في أمريكا في ولاية نيويورك، وهو يقول لهم: أريد أن أكون محمدية. قالوا: ما قصتك؟ قال: دلوني ولا تسألوني، اغتسل فاغتسل، انطق الشهادتين فنطق الشهادتين، علموه الصلاة فصلى،
وصلى اليوم الأول والثاني والثالث بعد صلاة المغرب. جلس إلى جواره أحد إخواننا وقال: يا أخي، أحتقر الآن نفسي إلى جوارك لكثرة بكائك ولطول سجودك، وأنت ما دخلت الإسلام إلا من يومين اثنين، ما حكايتك ومن أنت؟ أسألك بالله أن تجيبني. فأجاب هذا الشاب الأمريكي بأنه كان نصرانيا، ولكنه لم يقتنع قط بعقيدة التثليث، بهذه العقيدة الفاسدة الكافرة. لا يمكن أن تكون الأقانيم الثلاثة إلها واحدة. قال: فظللت أبحث عن الحق، ظللت أبحث عن الحق، لا سيما بعدما سمعت آية في القرآن تقول: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. قال: فبحثت عن الحق فأتيت ببعض الكتب عن الإسلام وقرأت فيها، لكنني لم أهتدي، ورجوت الله ودعوت الله عز وجل أن يدلني على الحق. يقول: وفي الليلة التي دخلت عليكم في صبيحتها نمت فرأيت المسيح ابن مريم في الرؤيا يشير إلي بسبابته وهو يقول لي: كن محمدية، كن محمدية، كن محمدية. يقول: فخرجت من بيتي وأنا أبحث عن أقرب مركز إسلامي، فدلني الله عليكم، فشرح الله صدري للإسلام. يقسم الإخوة لي بالله: أذن المؤذن لصلاة العشاء، ودخل هذا الأخ الصادق مع إخوانه المسلمين فسجد السجدة الأولى في الركعة الأولى وظل ساجدا حتى انتهى الإخوة من الصلاة، فنادى عليه الإمام وهو يظن أنه سويس. يحدثني زوجها وهو لا زال حيا يرزق، ويقول لي: في السفينة التي تسمى بسالم اكسبريس التي غرقت في المياه، قال: والله يا شيخ، لما دخلت على امرأتي وأنا أصرخ وأقول: هيا اخرجي من الغرفة فالسفينة تغرق، فقالت لي زوجتي: انتظر حتى ألبس النقاب. قال: نقاب؟ هو دوقت نقاب؟ بقول لك السفينة بتغرق تقولي نقاب؟ يقسم لي بالله فردت علي وقالت: لا والله، والله لن أخرج من غرفتي إلا بنقابي، حتى لو مت ألقى الله وأنا على طاعة. اخرج أنت وسألبس الحجاب الشرعي كله وألحق بك. قال: فصعدت إلى الطابق العلوي وإذ بامرأتي تلبس النقاب وتلبس القفازين وتأتي لتبحث عني، فلما وجدتني ووجدت أن السفينة تغرق بالفعل قالت: يا فلان، هل أنت راض عني؟ قال: هو دوأته، هو دوأته. قالت: أسألك بالله، هل أنت راض عني؟ قال: نعم. نعم الزوجة، نعم الزوجة، نعم الزوجة. قالت: الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أسأل الله أن يجمعني بك في الجنة. يقول: ووالله ما رأيتها بعد هذه الكلمات، وأسأل الله أن يجمعني بها في جنات النعيم. إنها الخواتيم، إنها الخواتيم. وفي المنصورة يقسم لي أحد إخواننا من طلابي، يقول: والله يا شيخ، سمعت أن جاري في الشقة العلوية يموت ويحتضر، وكنت طالما أذكره بالصلاة وبالله، وطالما أهديته شرائطك، لكنك لا تهدي من أحببت. يقول: كان مدمنا للغناء، مضيعا للصلاة، لم يصلي لله قط، فسمعت صوتا وبكاء وصراخا، فصعدت وقلت: ما الخبر؟ قالوا: إن فلانا يحتضر، إن فلانا يحتضر. قال: فتألمت حينما سمعت الغناء، سمعت شريطا لأم كلثوم لا زال يغني، قلت لأولاده: اتقوا الله، أبوكم يحتضر، وعندنا الآن ملائكة لله جل وعلا، وملك الموت معنا الآن، فهو يحتضر بالفعل، ولا زلتم تصرون على الغناء.
قال فاستحيا أحد أبنائه وقال أحضر لنا شريطا من أشرطة القرآن. قال فنزلت على الفور وأحضرت شريطا للقرآن ووضعت الشريط بيدي في جهاز التسجيل. يقسم لي بالله ما أن سمع الرجل وهو يحتضر صوت القرآن إلا وأفاق. أفاق في لحظة صحوة بين السكرات والكروبات، أفاق فسمع القرآن. قال لا لا، مش عاوز اسمع الصوت ده، مش عاوز اسمع الكلام ده. اتركوا الغناء فإنه ينعش قلبي، اتركوا الغناء فإنه ينعش قلبي، اتركوا الغناء فإنه ينعش قلبي. وظل يرددها ومات عليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. وهذا رجل آخر يقسم لي أولاده بالله أنه ما صلى لله صلاة. تعجبت حينما سمعت بكيفية موتته أو ميتته، فذهبت إلى أولاده وأولاده من الصلاح بمكان، فقلت لأحدهم سبحان الله ما الخبر؟ قال والله يا شيخ لقد مات الوالد ميتة أو ميتة خطيرة. قلت ما الخبر؟ قال كان صحيحا قويا وشعر بألم في بطنه واحتاج إلى أن يقيء. يقول فأسرع فدخل الحمام عزكم الله، دخل إلى الخلاء ووقف على الحوض ليخرج ما في بطنه، وظل يقيء ويقيء حتى تعب من الوقوف، فجلس على ركبتيه ووضع وجهه في الحمام نفسه، حمام لفرنج المعروف، وضع وجهه ليقيء بداخله حتى لا يدنس المكان، لا يدنس أرضية الحمام. وظل يقيء ووجهه في هذا المكان ويصرخ ويقيء ويصرخ ويقيء حتى خرجت روحه ووجهه في النجاسة في عين المرحاض. إنما الأعمال بالخواتيم. قلت ما الخبر؟ قال ما كان يصلي. قلت هل هناك أمر آخر؟ فقال أحد الإخوة أحد الأبناء نعم يا شيخ. قلت ما هو؟ قال كان يتعامل بالربا، كان يتعامل بالربا. احفظ مني هذه الكلمات للحافظ ابن كثير. لقد أجرى الله الكريم عادته بكرمه أن من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. إنما الأعمال بالخواتيم. ولقد مزق الخوف من سوء الخاتمة قلوب الصادقين وقلوب العارفين برب العالمين. قال المصطفى أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية. فهو أعرف الناس بالله وأخشى الناس لله جل وعلا. إنه الخوف من الله، إنه الخوف من سوء الخاتمة. دخل حماد بن سلمة، دخل المزني على سفيان، دخل المزني على الشافعي رحمه الله هو تلميذه، فلما رآه يحتضر قال كيف حالك يا إمام؟ كيف حالك يا أبا عبد الله؟ قال الشافعي الإمام أراني للدنيا مفارقا، أراني عن الدنيا راحلا، وللإخوان مفارقا، ولعملي ملاقيا، ولا أدري أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. لا أدري، وهو الشافعي، أتصير روحي إلى الجنة فأهنيها أم إلى النار فأعزيها. ولما نام سفيان الثوري إمام الزهد والورع على فراش الموت دخل عليه حماد بن سلمة فقال أبشر يا أبا عبد الله فإنك مقبل على من كنت ترجوه وهو أرحم الراحمين. فبكى سفيان الثوري وقال يا حماد أسألك بالله أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ يا حماد أسألك بالله أتظن أن مثلي ينجو من النار؟ ولم لا؟ وهذا معاذ بن جبل، معاذ حبيب رسول الله، لما ابتلي بالطاعون ونام على فراش الموت قال لأصحابه من حوله في بلاد الشام انظروا هل أصبح الصباح؟ فنظر بعضهم قالوا لا لما يصبح الصباح بعد، فسكت قليلا ثم قال انظروا هل أصبح الصباح؟ قالوا وماذا تريد يا معاذ؟ فبكى معاذ بن جبل وقال
أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار، أعوذ بالله من ليلة صباحها إلى النار. ثم بكى معاذ وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، وأنا اليوم أرجوك، وأنا اليوم أرجوك، وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني ما أحببت الدنيا لغرس الأشجار ولا لجري الأنهار، ولا لجري الأنهار، وإنما لمزاحمة العلماء بالركب ولظمأ الهواجر ومكابدة الساعات. وفاضت روحه وهو يردد لا إله إلا الله.